ضباط المخابرات دايما متعودين يطلعوا بالمعلومات من ادق التفاصيل، وفي الفيديو ده هنحلل مع بعض الساعات اللي بيلبسها القاده في العالم. يعني مثلا عندنا زي ساعه IWC اللي بيلبسها كيم يونغ رئيس كوريا الشماليه، وعندنا العاده اللي بيعملها فلاديمير بوتين او الحركه اللي بيعملها بوتين اللي هو رئيس روسيا لما بيروح اي لقاء مهم بيروح قالع الساعه بتاعته وبيركنها على جنب. فعايزين نعرف ايه التحليل بتاع الساعات وايه التحليل الحركات بتاعه الزعماء بتاعت العالم. وبرضه في الفيديو ده هنشوف الساعات اللي بيلبسها المرشحين بتاعت امريكا الفتره اللي فاتت واللي ترشحوا للفتره الرئاسيه الاخيره، وكمان هنعرف الساعات اللي كان بيلبسها الرؤساء خلال 40 سنه اللي فاتوا في امريكا. وزي ما بنقول دايما ان الساعه عمرها ما كانت مجرد ساعه. اعرفك بنفسي، انا معتز وبحب الساعات، وعلشان لقيت مجالات كتير وكله بيعمل فيها ريفيوز زي العربيات زي الفاشن زي الاكل زي حاجات تانية كتير، فحبيت ان انا اعمل ريفيوز عن الساعات واعمل محتوى عن الساعات. هنتكلم عن الساعات بتفاصيلها، وهنتكلم عن الساعات بتحليلها، وهنتكلم عن الساعات بكل حاجة، لان هي تدخل في حاجات كتير احنا ما بنكونش واخدين بالنا منها. فلو انت بتحب المجال ده وبتحب الساعات ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناة علشان تشجعنا وتشوف الفيديوهات الجاية ان شاء الله. تعرف انك تقدر تعرف الكتير عن الشخص من ساعته، والموضوع ده بيكون باين جدا مع الاشخاص السياسيين بالذات، لان هم بيحبوا يهتموا بمظهرهم وكل لمسه في مظهرهم بيدي انطباع معين عن شيء معين زي الساعات واللي هنتكلم فيه دلوقتي. وطبعا الساعات اللي بيلبسوها بيدينا تحليل عن ان هم ازاي عايزين يورونا شكلهم او ازاي حابين يبينوا نفسهم قدام الشعب وازاي عايزين الناس تشوفهم. He is not Donald Trump. It's an embarrassing result. الفيديو ده انا هكلمك عن تحليل CIA لساعات زعماء العالم، وكمان تحليل الساعات في الحرب الاوكرانيه الاخيره اللي كانت حصلت، حتى الساعات اللي بيفضلها القاده بتاعت العصابات اللي بتشوفها في اي حته حتى في الافلام، وده كله من وجهه نظر محللين CIA. طبعا مهم تعرف ان الساعه بتكشف كتير عن شخصيه الزعيم والرساله اللي بيحاول يوصلها للعالم او الناس اللي شايفينه او اللي حواليه. The role of a CIA analyst is to produce written, finished intelligence for policymakers and senior-level government officials through written and oral briefings, understanding the personality traits, plans, and intentions of prominent world leaders and non-state actors. اشهر الساعات الرئاسيه دايما هتلاقي رولكس بتسوق نفسها لساعه الشخصيات القياديه، وكمان ساعه الفولتون كريكت مشهوره بانها ساعه الرؤساء لان هاري ترومان كان بيلبسها، ولكن في الحقيقه مفيش براند ساعات واحد احتكر المشهد الرئاسي. على مدار السنين رؤساء امريكا لبسوا ساعات كتير، من الساعات الرخيصه زي تايمكس ايرون مان لحد الساعات الفاخره واللي هي باتيك فيليب. دلوقتي قبل ما نتكلم عن الساعات الاكثر شهره للرؤساء خلونا نحلل الساعات اللي لبسها المرشحين الفترة اللي فاتت في الرئاسة الأمريكية. أول واحد معانا دونالد ترامب، المرشح اللي فات والرئيس الحالي. ترامب معروف إنه بيعشق الساعات الفخمة، ومن الساعات اللي بيظهر بيها باتيك فيليب إليبس ورولكس داي ديت وفاكرن كونستانت. والساعات دي مناسبة جدا لملياردير عقارات في نيويورك واللي هو ترامب، وده متوقع إنك تشوفه بالساعات دي في ملعب جولف أو في بالم بيتش أو عزومة جامدة في مار اي ليجو. تاني واحدة معانا واللي هي كاميلا هاريس، مرشحة ديمقراطية ونائبة رئيس صدر. اتصورت اكتر من مره وهي لابسه ساعتين من كارتير، وكارتير معروفه ان هي ماركه ساعات ومجوهرات عالميه سويسريه تاسست سنه 1847، بس كارتير بتيجي المركز الثاني عالميا بعد رولكس وحققت ارباح حوالي 3.7 مليار في سنه 23. اختيار كاميلا هاريس لساعتها فالون بيلو واللي قيمتها $9000 لانها بتقدم نفسها كشخصيه راقيه عصريه ومتقدمه. وبما انها في السلك السياسي وبتحاول تكسب اعجاب اللي حواليها والشعب، فهي في الحاله دي بتحاول تكسب اعجاب الناخبات، لان براند كارتير ده مفضل عند السيدات. ببساطه نقدر نقول ان هي بتحاول تقرب المشاعر بينها وبين شعبها عشان تكسب حبهم، فبالتالي تكسب منصبها اللي هي. ثالث واحد معانا واللي هو تيم وولز، حاكم مينيسوتا. تيم وولز ظهر اكتر من مره وهو لابس ساعه هاملتون كاكي فيلدمر واللي جايه من فيلم انترستيلر 2014. طبعا في الغالب 90% من اللي بيشوفوا ده شافوا فيلم انترستيلر. الساعه دي بتعزز صوره الرئيس انه من الطبقه المتوسطه وبتبعد عنه مظهر الفخامه، في حين ان الساعه تقدر سعرها ب $11,000، لكنها بتدي شعور بان هي ساعه كلاسيكيه عسكريه لا يوجد بها اي فخامه. بس نرجع لان سعرها $11,000. رقم 4 جي دي فانس، نائب رئيس ترامب. جي دي فانس كان ضابط في المارينز وما كانش بيلبس ساعه خالص غالبا، لكن ساعات كان بيلبس ابل ووتش. في مذكراته هيلبلي إليجي كان مقدم نفسه انه راجل طالع
من بيئه فقيره، وشق طريقه من المارينز لكليه الحقوق في بيل، بعد كده انه دخل في مجال الاستثمار. طبعا اختياره الابل ووتش رساله واضحه ببساطه انه شاب عصري ومهتم بالتكنولوجيا، ودي حاجه الناس بتشوف ان هي ناقصه عند السياسيين الكبار في السن ده. رقم 5 جو بايدن، الرئيس المهتم بالساعات. بايدن ممكن يتوصف بانه عاشق للساعات لانه عنده مجموعه ساعات مميزه جدا. مثلا عندنا ساعه اوميجا سينستر بروفيشنال، وعندنا برضه ساعه اوميجا سبيد ماستر مون ووتش، وعندنا برضه ساعه سيكو كرونوغراف، واللي سعرها ارخص من الاثنين اللي فاتوا. بايدن واختياراته للساعات. لما جو بايدن مسك منصبه في يناير 21 ما لبسش الساعات اللي ذكرناها من شويه اللي هي الاوميجا بتاعته، بس لبس ساعه اسمها رولكس ديت جاست. الساعه ديت جاست دي كانت بمينا زرقاء والسوار بيسموه جوبيلي تابع لشركه رولكس، والساعه دي كانت هديه في الكريسماس من السيده الاولى جيل بايدن. وبالمناسبه ان رولكس ليها تاريخ كبير مع الرؤساء بتاعت امريكا، لكن قبل بايدن وترامب كان في فتره طويله من الرؤساء كانوا حابين ان هم يبينوا بساطتهم ما بينهم وما بين الناس، ودي استراتيجيه في السياسه علشان يبين قربه من الناس وتواضعه علشان يكون محبوب. يعني بالعربي تحس ان الرئيس ده شخص عادي ممكن تشرب معاه كوبايه شاي في القهوه البلد. رقم 6 باراك اوباما، الرئيس بساعته السريه. باراك اوباما الرئيس رقم 44 لامريكا، واللي خدم مرتين، واللي غالبا متعلق بساعته واللي هي اسمها JGSSC، واللي كانت هديه عيد ميلاده من الرئيس اللي كان مسؤول عن حمايته قبل ما يكون رئيس. الساعه دي كوارتز كرونوغراف بمينا سودا، وعند رقم 12 في الساعه موجود علم امريكا، والساعه دي لسه متاحه في الستور بتاع البيت الابيض بسعر $450. بس بعد ما اوباما ساب منصب الرئاسه بدا يلبس ساعه رولكس تشيليني، وطبعا واللي هي ساعه اغلى وافخم بكتير. رقم 7 جورج بوش الابن، التواضع في اختيار الساعه. جورج بوش الابن كان المثال الواضح ان الرئيس القريب من الشعب. كان بيلبس ساعه اسمها تايم اكس ان دييجو، ساعه بسيطه جدا وعليها علم امريكا برضو عند رقم 12. وطبعا جورج بوش الابن كان معروف عنه الالتزام بالمواعيد، والساعه دي كانت عمليه ورخيصه في نفس الوقت، ما زال رئيس قادر يشتريها ويشتري غيرها يعني. والموديل الذهبي من الساعه دي لسه متاح في مركز جورج بوش الرئاسي، والساعه دي سعرها $60. وطبعا المثير للاهتمام ان جورج بوش جاي من عيله غنيه اصلا، فعيله غنيه ويلبس ساعه سعرها $60، فموضوع مش مناسب. عشان كده هو كان بيحاول يبين انه من عامه الشعب عشان يقدر يكسب حبه. رقم 8 الرئيس العاشق للساعات بيل كلينتون. الرئيس بيل كلينتون كان من الرؤساء اللي بيعشق الساعات، واللي كان عنده مجموعه ساعات فخمه، واللي كان من ضمنها زي بانراي والزينس وساعه JLC وساعه الانجي زوني، واللي مش عارف انا بنطقها صح ولا غلط بس اسمها موجود عندك. بس بيل كلينتون خلال فتره رئاسته حب انه يختار ساعات ابسط في اللبس. يعني مثلا كان بيلبس ساعه اسمها تايم اكس ايرون مان تاريثلون، وهي عباره عن ساعه رقميه بلاستيك بسيطه جدا خالص. بس تخيل ان الساعه دي وقتها بقت موضه وانتشرت ما بين السياسيين في التسعينات واوائل الالفينات، لكن بعد ما كلينتون ساب منصبه بدا يلبس ساعات سويسريه جامده، خلاص ساب المنصب، واللي من ضمنها اودمارش بيجي، وحتى اصدار محدود من الساعه JLC. رقم 9 الرئيس والساعات والمخابرات جورج بوش الاب. جورج بوش الاب كان عنده تاريخ طويل مع المخابرات الامريكيه، وكان رئيس المخابرات CIA في 1976. وباعتبار ان جورج بوش الاب كان جامع ساعات محترف، وكان عنده ساعتين من ضمنهم اللي هي باتيك فيليب بيربيتشوال كالندر، واللي هي اصدار 3940، والساعه اللي كان بيلبسها وهو مدير المخابرات واللي هي باتيك فيليب كالاترافا، والساعه دي كانت طراز 1968. والساعتين دول اتباعوا بعد كده في مزاد كريستيز مقابل $81,300 و$62,500. انت متخيل الرقم $81,300 في الساعه؟ رقم 10 الرئيس ورولكس رونالد ريجن، الممثل السابق اللي بقى رئيس سنه 1981. رونالد ريجن كان من عشاق الساعات رولكس، وكان عنده ساعتين دايما بيلبسهم وبيحبهم، واللي هي رولكس دي جاست والرولكس اير كي. لكن اللي كان ملفت للنظر للرئيس رونالد ريجن ان لما كان بيلبس الساعه، بدل ما الساعه كانت بتظهر على المعصم بتاعت ايده للوش، كان الساعه بتلف ودي كانت بتظهر باينه لقدام. فده كان ملفت للنظر بالنسبه لرئيس بيلبس الساعه، فاكيد ان دي كان ليها علامه. والاغرب كمان انه راح بدل السوار التقليدي بتاع الساعه بتاعت رولكس بسوار تاني اسمه افتر ماركت. اخيرا الساعات كاداه تواصل سياسي. لازم طبعا نكون عارفين ان الساعات عمرها ما كانت مجرد اكسسوار. اي نعم هي شيء بيدينا شيء من الجماليات لما بنلبسها، وبتضيف جمال على جمال وبتديك برستيج، بس برضو لازم الساعه بيكون ليها لمسه معينه بالنسبه للشخص. ودايما الساعه هي اداه تواصل فعال. ومن الفيديو ده نعرف ان الساعه اللي بيلبسها السياسيين هي عباره عن ساعه مقصوده حابب يوصلها للشخص اللي قدام، زي مثلا ساعه تايم اكس اللي لبسها بوش الابن علشان يبين تواضع للشعب علشان يكسب حبهم، وزي مثلا ما ترامب بيلبس اغلى الساعات علشان يبين انه رجل اعمال ناجح وفي مجال العقارات وفي فلوس رايحه وجايه، فلازم يبين
تبين البذخ اللي عنده. وزي مثلا ساعه كامالا هاريس اللي من كارتير، علشان تبين العصريه بتاعتها وان هي انيقه، فالستات يميلوا للحاجه اللي هي بتجيبها فيحبوها اكتر علشان هي بتستخدم نفس الحاجه اللي الناس بتستخدمها. وزي ما دايما بنقول ان الساعه عمرها ما كانت مجرد ساعه، الساعه وراها رساله. ممكن لما تشوف شخص لابس ساعه معينه تقدر من خلالها تحلل الشخص ده او تعرف عنه الكتير. واخيرا اكتب لنا في التعليقات ايه رايك في الساعات اللي بيلبسها رؤساء امريكا، وما تنساش تعمل لنا لايك لو الفيديو عجبك، وتشترك في القناه علشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده، وتفعل الجرس علشان يجي لك نوتيفيكيشن بان الفيديو الجديد نزل. ونشوفك الفيديو الجاي بموضوع جديد عن الساعات. سلام.